هناك أفعال يحبها المسحور ويفعلها وبكثرة. إذا لاحظتم على أحد هذه الأعراض فاعلم أنه مسحور. من هذه الأفعال أن هذا المسحور يولي يحب العزلة والانطواء، يحب يريح وحده، ويحب الأماكن المظلمة، ويحب يقعد أكبر مدة وحده ما يحكي مع حتى واحد. ثانيا حب الشهوات، من حب المال، شهوة المال، وحب شهوة الزنا، وشهوة السلطة، لأن هذه حب الشهوات يبعدك عن الله ويبعدك عن كلام الله حتى ينسى العبادات وينسى الله تماما. أيضا انعدام النظافة، يبدأ الإنسان هذا ما يحبش يدوش وما يتهلاش في الجسد نتاعو، سواء في لباسه أو نظافته الشخصية، يترك نفسه هكذا، حتى أنه يكره الماء ويبعد على الماء، وتلقى النظافة نتاعو قليلة حتى يبدأ الريحة في الكور نتاعو وما يبغيش يستحم. ويبعد هنا على ذكر الله من الصلاة وقراءة القرآن. وهناك عدة أسلحة أخرى يستعملها الشيطان لمحاربة هذا الإنسان، وهذا بعض التشخيصات فقط، وهناك أعراض كثيرة أخرى. مع تحية شيخ الراقي أبو تقي الله الجزائري.